القرميد في القرميد الجديد والقرميد القديم. القرميد الجديد هو هذا لونه أحمر، هيو إذا مبين معانا. هذا القرميد الجديد كيف بيصنعوه؟ بيصنعوه بهذا القالب الخشبي، في له قالب خشبي بيحطوه عليه وبيصنعوا هذا القالب الجديد. طيب القالب القديم زمان ما كانش فيه قالب، وين القالب كان؟ القالب هو فخذ العامل، كان يحط الطين على فخذه ويصنع منه القالب تبع القرميد، وبالتالي هذا كان سعره أغلى من سعر القديم، كان ب20 درهم، هذا كان ب5 دراهم، إنه يعني هو تجاري مش أصلي. فكلما كانت القرميد الوحدة أطول معناته فخذ هذا العامل أكبر، معناته هو عامل أكبر أضخم، تمام، وبالتالي سعرها أغلى. كم وزنها هاي؟ يعني كم تحتاج إلى الطين؟ كانت تحتاج من الطين 2 كيلو تقريبا، وبالتالي هذا الطين كانوا يوزنوه، يحطوه على الميزان يوزنوه من أجل أنهم يعرفوا أنه هاي القرميد الواحدة وزنها 2 كيلو. إلى اللقاء.